تخيل ابن واحد قدامه مدرستين للحياة، أب فقير كل تفكيره في الوظيفة والمرتب، وأب غني شايف إن الفلوس هي اللي تشتغل عندك مش العكس. الابن ده هو روبرت كيوساكي، واللي اتعلم من الاتنين لكنه اختار يمشي في طريق واحد بس. روبرت كيوساكي بيحكي إن الاتنين اشتغلوا بجد، لكن الفرق كان في طريقة التفكير عند كل واحد فيهم. الأب الفقير كان دايما يقول له روح المدرسة عشان تشتغل في وظيفة كويسة، والأب الغني قال له اتعلم ازاي تخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك. الأب الفقير كان بيشوف الأطفال عبء ومسؤولية تقيلة، لكن الأب الغني شافهم دافع حقيقي يخليه ينجح أكتر. واحد كان شايف البيت استثمار وأمان، والتاني كان شايفه التزام ومصاريف مستمرة. وهنا روبرت اكتشف إن التعليم المدرسي مهم جدا، لكن التعليم المالي أهم بكتير، وهو اللي بيصنع الفرق الحقيقي بين الغني والفقير. ودلوقتي يا صديقي، ممكن القرار اللي هتاخده النهاردة هو اللي يحدد تكون غني ولا فقير. ولو عايز تعرف القصة كاملة وتفهم ازاي روبرت غير حياته بقرارات بسيطة، شوف الحلقة كاملة على قناتنا من هنا. وما تنساش تشترك في القناة عشان تكمل معنا الرحلة في كتاب الأب الغني والأب الفقير. ولو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي حواليك عشان الكل يستفيد، ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.